ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون في احسن حال. اول ما بدات القناه حاولت ان اتكلم عن فيديو خاص بالناس اللي في الثانوي العام واديهم شويه نصايح علشان يتخطوا المرحله دي، بس واضح ان كل سنه احنا هيبقى عندنا عاده ان احنا نتكلم عن القصه دي، لان تقريبا نفس الحوادث بتتكرر كل سنه، نفس المشاكل بتظهر كل سنه. فخليني كده، لو انت بقى طالب في ثانوي، لو انت لسه داخل المرحله دي جديد، لو انت خلصت وما سمعتش الكلام ده قبل كده اللي انا هقوله، ويعني اشك لان في ناس كتير اكيد قبل اتكلمت في فيديوهات عن موضوع الثانويه العامه ده. خلينا نشوف الوهم دوت وليه كل سنه بيبقى مسبب الكارثه الكبيره دي وبيعمل مشاكل. انا طبعا مش هينفع اقول الحوادث اللي الطلبه بتعملها باللفظ، علشان اليوتيوب الكلمة دي بيحظرها والخوارزميات بتعمل حظر للفيديو لو قلت اللفظ اللي انتوا فاهمينه. ممكن اكتبه لكم على الشاشة يعني، هو مش لفظ اباحي يعني، بس هم بيتضايقوا مش فاهم ليه. المهم بعد الانترو هنتكلم النهارده شوية عن موضوع الثانوية العامة وممكن تعمل ايه بعدها، ايه الحاجات اللي انت تتلافاها. برضو لو انت اب وام وبتسمعني، اسمع اللي انا هقوله لك لانه بجد ممكن يفرق معاك في الخطوة دي مع ولادك. بعد الانترو نشوف القصة فيها ايه، بس زي ما بقول دايما اوعى تنسى ان انت تنصر اخواتك المسلمين حتى لو بالدعاء. نسأل الله انه ينصرهم وينصرنا دايما وابدا. اول حاجة انا لازم اقول لك عليها هو ان انت بلاش تتعامل مع الموضوع على انه نهاية المطاف، مهما حاولوا الناس اللي حواليك بقصد او بدون قصد يحسسوك ان هي نهاية العالم. لا، هي مش نهاية العالم، هو عادي جدا، هي سنة زي اي سنة. ليها تأثير على مستقبلك، بس انت في نفس الوقت تقدر تتدارك الاخطاء دي. من كرم الله ورحمته هو ان انت تقدر دايما تغير الامور، تقدر ان انت تسعى وتجتهد ان انت تغير النتيجة اللي انت وصلت لها. طيب الموضوع بيبقى متقسم ازاي؟ بيبقى متقسم بكل بساطه، طالب اجتهد وعمل اللي عليه فوصل، ده قصته منتهيه خلاص، هو سعى لحلم معين وصل له، فمش بنتكلم على ده، بنتمنى له التوفيق. طب طالب تاني سعى بس ما وصلش، لازم تتاكد تماما ان انت في حته حلوه جدا، وهو ان انت ما تخافش من حاجه، بالعكس انت عملت اللي عليك. النتيجه حتى لو هي ما كانتش في صالحك دي حاجه ما تضايقكش، لان ربنا هو اللي عالم الخير فين. وناس كتير على فكره حكت عن ناس وعن قصص شباب كانوا في ثانوي واجتهدوا وعملوا اللي عليهم وما وصلوش للكليه اللي كانوا عايزينها، بس فيما بعد اكتشفوا الحكمه واكتشفوا ان ربنا كان شايل لهم خير كبير ما كانوش هم اصلا يتخيلوا. فلو انت من النوعيه دي ما تضايقش نفسك، افرح واتبسط عادي جدا ان انت مش ما وصلتش لحلمك، بس انت ما تعرفش الخير فين. تاكد تماما ان انت عملت اللي عليك. صدقني النتيجه في النهايه هي بترجع لله سبحانه وتعالى، وهو عمره ما بيضيع مجهود اي انسان. نيجي بقى لصاحبنا الثالث اللي هو بيكون ما اجتهدش وما عملش اللي عليه، فبالتالي وصل للنتيجه المنطقيه ان هو ما جابش مجموع كويس يوصله للحاجه اللي هو عايزها. طيب الشخص اللي هو زي ده او الطالب اللي هو زي ده، هل طبيعي ان هو يوصل للمرحله بقى ان هو يروح يسلك الطريق اللي كلنا عارفينه اللي هو نهايه الحياه؟ لا طبعا ما تعملش. انا ممكن اعمل ايه؟ اول حاجه انت ممكن تعملها ان انت تشوف المصير اللي انت رايح ليه، انت هتدخل كليه شكلها ايه او معهد خاص او اي مكان. طيب انا دخلت حاجه انا مش بحبها علشان المجموع هو اللي دخلني حاجه دي وانا عايز اطلع بمؤهل عالي، مفيش اي مشكله خالص، تقدر تعمل الاتنين مع بعض. زمان كان في مفهوم خاطئ في الجيل بتاعنا، خلص دراسه الاول بعدين نشتغل. لا، المفهوم اللي موجود دلوقتي واللي هو اصح اصلا هو ان انت تبقى بتشتغل جنب الدراسه، مش بس عشان العيشه والمصاريف والفلوس والقصه دي، بس بجد انت لما بتاخد خبره السوق وانت لسه طالب، ما بتبقاش بقى طالع وانت طالب اصلا بعد ما اتخرجت اللي هو انا لسه بقى هفهم الحياه فيها ايه وانت عندك 21 ولا 22 ولا ايا كان عمرك، عديت ال 20 بكام سنه. لا، بتبقى طالع على الاقل واد مدقدق كده وعارف السوق عايز ايه وايه متطلبات السوق، مش طالع معتمد ان انا معايا شهاده معينه فبدور بالشهاده دي. ممكن يبقى شهادتك مش ماشيه مع متطلبات سوق العمل في الوقت اللي انت اتخرجت فيه، فتبقى على الاقل عندك حاجه تشتغل بيها. ممكن اصلا يبقى سنك صغير وتبقى انت مدير او سوبرفايزر في حاجه انت بدات فيها من بدري واستحملت فيها من بدري. فدي النصيحه الاولى اللي انا بقدمها لك، هو ان انت ما تقفش عند الحته دي وتتخطاها. عادي جدا فشل ونقدر ان احنا نغيره، ان احنا نغير الطريقه اللي احنا اتعاملنا بيها. طب كمان انا اقدر اعمل ايه؟ تقدر ان انت معاك اداه عظيمه جدا وهي الانترنت، تقدر ان انت تخش وتبحث وتشوف ايه المجالات اللي ممكن انت تبقى بتحبها. مجال بقى الماركتينج، مجال السيلز، مجال البرمجه، بقى مجال مطلوب جدا مجال برمجه وبيكسب فلوس كويسه. تقدر ان انت تاخد كورسات في المجال ده، تقدر ان انت مثلا تشتغل حاجه معينه مش شرط تكون بتحبها بس تجيب لك ربح معين، فتقدر بيه تاخد الكورسات دي سواء اونلاين او اوفلاين. تقدر ان انت تشتغل وتسوق لنفسك فيما بعد. انت كده كده هتلاقي طريقك، لكن المهم انت ما تقفش، حاول. لقيت الحاجه دي مش بتحبها او مش ناجح فيها، حاول في حاجه تانية وهكذا لحد ما توصل. كل ما بتحاول وانت سنك اصغر كل ما بتوصل وانت سنك اصغر، لكن لما بتستنى انك تتخرج بتلاقي ان الموضوع ابتدى يفرط منك، وممكن ما تقدرش تتقبل فكره ان ايه ده انا كبرت، انا مش عارف. في ناس بتقدر تتخطى القصه دي، في ناس تانية مش بتقدر تعمل ده.
النصيحة بقى اللي انا بقدمها للاهالي ان هو بلاش الضغط، احنا مش مخلفين حصانة في سباق. لو انت كنت عايز حصان في سباق اشتري حصان في سباق، او اشتري حاجة تخش سباق، حاجة جماد، حاجة ما تلتمسلاش العذر. لكن ابنك دوت هو او بنتك هو الحاجة اللي انت بتستثمر فيها، واللي انت بتتمني ان هم يكونوا احسن منكم. فبلاش الضغط المستمر، هم اوريدي مضغوطين من كل حاجة، زماننا زمن صعب في ضغط عليهم من كل الجوانب. مش بقول ان هو احنا يبقى كل حاجة بندلعهم وبنطبطب عليهم، بس نرحم الجيل الجديد. يا عم اسلام، نرحم الجيل الجديد يعني نعمل لهم ايه؟ يعني بكل بساطه حاول ان انت قبل ما النتيجه بتاعه الثانويه العامه تطلع او بعدها مش مشكله، بس قبلها بتفرق شويه في ان انت تقول لابنك والله ايا كانت النتيجه، انت ابني او انت بنتي، مش مهم اللي هيحصل، انا بدعمك وبصبرتك. حتى لو انت قصرت في ان انا ما قدرتش التعب والشقه اللي انا شقيته وانت استهترت، في النهايه هو سنه صغير مش فاهم عواقب اللي هو بيعمله. مش لازم ابنك او بنتك يبقى طالع فاهم كل حاجه صح. بلاش تبص لقريبك او لجارك او لاخوك ان ربنا كرمه طلع عنده ابن عنده وعي شويه زياده عن ابنك. الوعي ده مختلف ودرجاته مختلفه بيننا كلنا وبين عيالنا كلنا، فبلاش تتعامل معاه ان هو كان لازم يطلع زيه زي ابن جارك او قريبك او كده. ممكن يكون على فكره مبدع اكتر منهم كلهم، بس الفرق ان هم لقوا طريقهم ولقوا حد يدعمهم وهو ما لقاش الشيء ده. فانت خليك داعم ليه، خليك صبور عليه شويه، لان بناء انسان مش بيجي بين يوم وليله، بياخد وقت كبير جدا. فانت التمس له العذر، تقبله، قول له انت مهما حصل ومهما كانت النتيجه هتفضل ابني ده، مش هيغير شيء، ما تضغطش عليه. طلعت النتيجه سيئه، ابتدي قول له تعالى نقعد نشوف الخطوات اللي احنا هنعملها، عادي جدا نقدر ان احنا نتخطى ده، نقدر ان احنا نبقى احسن. لكن مش طول الوقت نقعد ننقرس بقى فيه ونخبط فيه، وانت بص ابن خالتك وبص بنت عمتك وبص مش عارف. يا جماعه المقارنات دي بين الولاد وبعضهم مش بس حاجه سيئه وسلبيه، لكن كمان بتولد كره ليهم، يعني لقرايبهم دول ولاصحابهم دول، وكره لنفسهم، لانه حاسس انه مش مقبول. انت لازم تقبل ابنك باي حال من الاحوال، تقبله لو ربنا سبحانه وتعالى خلقه لا قدر الله عنده مرض مزمن، عنده اعاقه ما، يعني لا قدر الله عنده اي شيء، لازم انت تقبل ده، لان في النهايه انت مش هتتشرط، هو ربنا اداك اختبار معين، اختبارك ده في ابنك او في بنتك، لازم تصبر عليه وتمشي معاه الطريق للاخر عشان تبقى برأت ذمتك قدام ربنا لما يحاسبك. يا رب انا عملت كل اللي عليا، في النهايه هو اللي اختار طريقه. فدي نصيحه كمان انا بوجهها للاهالي. كمان حاول ان انت، انا هنا بقى بتكلم على الطرفين اللي هو الاهالي والابناء، حاولوا ان انتوا دايما يبقى في بينكم تواصل. عادي ان انتوا تبقوا اصحاب، عادي ان انتوا تتكلموا. اصحاب مش معناها تجاوز في حق الاب والام، الاب والام مش انا اللي هتكلم عنهم لان يعني ربنا هو اللي كرمهم، فانت لازم تبقى عارف ان هم ليهم مكانه عظيمه. مش معنى ان هم ادوك المساحه والحريه وصاحبوك يبقى انت تتخطى في حقهم وتتكلم معاهم باسلوب فيه اساءه، بالعكس لازم تقدر ده وتحترمه. البنات بالذات في المرحله دي، انتوا لو خدتوا الحريه من اهلكم، وانا بقيت بشوف حاجات غريبه في الشارع، بلاش تستخدموا الحريه دي بالشكل السيء اللي انا بقيت بشوفه، لا استخدموا الحريه، الا طبعا من رحم ربي عشان ما اكونش بعمم، استخدموا الحريه دي بالشكل اللي يحفظ لكم حقكم ويخليكم اهاليكم يكونوا فخورين بيكم. بلاش الاب والام يبقوا طالعين عينيهم وشقيانين ومتبهدلين علشانكم، وبعدين يتفاجئوا ان البنت عملت حاجه او تسببت لنفسها في حاجه مش كويسه، حاجه تبوظ سمعتها او تبوظ شكلها او ايا كان اللي ممكن تتعرض له. فدايما اتواصلوا مع بعض، اتكلموا مع بعض. احسن صحاب في الدنيا هم الاب والام، هم دول اكتر ناس ممكن يخافوا عليك، هم دول اكتر ناس ممكن ان هم يتمنوا لك كل حاجه كويسه حتى لو هم مش لاقيين الحاجات الكويسه دي في حياتك. الحاجه وهي اللي دايما بتكلم عنها هو ان بلاش تعتبر ان اي حاجه في الدنيا هي النهايه. النهايه بتيجي يوم ما انت روحك بتقابل وجه رب كريم، لكن طول ما انت عايش في الدنيا دي لازم تقدر ان انت تتعلم. اقرا قصص عن الناس اللي نجحوا، هتلاقي على فكره ناس كتير جدا نجحوا بعد ال50 وال60. ما بقولكش طبعا تفضل قاعد مأنتخ وتستنى لل60 يعني عشان توصل للنجاح، لكن لو اللي في ال60 وال70 نجحوا وليهم كامل الاحترام على دماغي، اقصد اقول لك ان هم وصلوا لل60 وال70 وما رموش الفوطه وما يقسوش، بالعكس بعد ما طلعوا معاش وكانوا طول حياتهم شغالين عند الناس قدروا يعملوا مشاريع خاصه بيهم نجحت واستمرت بعد ما ماتوا، وبنوا ولادهم واحفادهم امبراطوريات في الحاجات دي على مستوى التجاره. فليه انت ما تكونش كده بس من بدري؟ ليه ما تبقاش وانت عندك 20 ولا 30 سنه عندك بدل الشركه 5 6 فروع، ولا بقول المصنع كذا مصنع؟ مش بقول لك ان هي سهله، ومش بقول لك ان هي هتجي لك كده على طبق من فضه، مفيش حد نجح جات له سهله. كل اللي نجحوا اتمرمطوا وشقي وطلع عينيهم، بس دفعوا الثمن اللي بيه استحقوا الحاجه دي. فبلاش تبقى عايز توصل للحاجه وانت قاعد في بيتك مأنتخ بقى ما بتعملش حاجه والكلام ده. دي النصايح اللي انا بقولها لاصدقائي في ثانويه عامه. واي حد يكتب لي في التعليقات ايه اللي ممكن تكون انت بتشوفه كمعاناه يعني في الثانويه العامه وانا ما اتكلمتش عنه، ممكن المره الجايه اتكلم عن الفيديو، او يعني في الفيديو الجاي السنه الجايه لو عشت كان ليا عمر
اتكلم عن ده، بس بلاش نروح لفكرة ان احنا ننهي. العكس، ابني حياتك مرة تانية وحاول تنجح مرة تانية. مش معناها ان انت وقعت يبقى انت خلاص مالكش قومة، لا، ليك قومة وليك هدف تقدر توصل له وتقدر تنجح وكل الكلام ده. وده مش مجرد كلام والله، بس ناس كتير وقعت بدل المرة مليون، وكل اللي حواليه كان بيقول له مالكش قومة وقام ونجح وكسر الدنيا. لو هم عملوا كده انت كمان تقدر تعمل كده، لان مفيش حاجة تفرقهم عنك. احنا كلنا بشر، ربنا مدينا 24 ساعة في اليوم، ربنا مدينا قدرات معينة ممكن نكون بنتشابه فيها اللي هي الحواس والحاجات دي، ولكن ادانا مهارات مختلفة، ادانا حاجات مختلفة. فانت اعرف موهبتك واستغلها وانجح، ومين عارف مش يمكن انت اللي تقود القصة في المرة الجاية. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. شكرا ليكم، سلام.